الديان، ومن ندوات الشبهية إلى سلوك الأخلاق الإسلامية، ومن طغيان العقل والهوى إلى انضباط الشرع ووحي السماء، ومن التعلق بالدار الفانية إلى التعلق بالدار الباقية بالنعيم الدرجات العلى. أيها المسلمون، إن الله شرع دين الإسلام ليكون منهج حياة للبشرية يسيرون طبق أحكامه وتعليماته. فما شأن من شؤون الدنيا إلا وللإسلام فيه حكم وبيان، ليحقق العباد الغاية التي لأجلها خلقوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولتستمر حياتهم كلها عقيدة وعبادة وسلوكا وأحوالا شخصية ومعاملات وأخلاق وسؤلاق وسياسة وتعليم إلى غير ذلك مثل سمة الإسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقد رسم الإسلام هذا المنهج بأعظم بيان وأجلى عبارة، فأقام أدلة ووضح معالم وأرسى قواعد بلا لبس ولا غموض. وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ما فرطنا بالكتاب من شيء، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. بين لهم أصول عقائدهم في الإيمان بالله وإخلاص التوحيد له وصرف كل العبادة له جل وعلا، وأن هذه العبادة لا يستحقها سواه جل وعلا، لا يستحقها سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وبين لهم حقيقة توحيد أسماء الله وصفاته بأن تثبت لله الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله، إثباتا بلا تأويل وتنزيها بلا تعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بين لهم الإيمان بملائكة المقربين من كل نقص والبشرية، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وبين لهم الإيمان بكتب الله التي أنزلها على أنبيائه، وهو التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى، إلا أن القرآن الكريم أفضلها وأجمعها مهيمنا عليها كلها، يحق الحق ويبطل الباطل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والإيمان برسل الله الذين اصطفاهم الله لهداية البشرية، نؤمن بهم جميعا ولا نفرق بينهم
فإن اختار الخير جوزي به، وإن اختار غير ذلك عُقب عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويؤمن العبد بأنه لن يكون دائما في هذه الدنيا، بل سيرحل عنها إلى القبر، فإما نعيم وإما عذاب، وبعد ذلك البعث والنشور والكتب وميزان الأعمال. عند ذلك ينال المؤمنون فضل الله من درجات النعيم، وينال غيرهم من الكفار العذاب الأليم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. بين الله العباد طريقة ما يقربهم إليه ويبقي صلتهم به، فشرع لهم من أنواع العباد متعددة من الصلاة والزكاة والصوم والحج والأذكار وغير ذلك، ليكون العبد دائم الصلة بربه، ليحقق سلوكا روحيا وحياة كريمة وتزكية للنفس وسعادة في الآخرة. أيها المسلمون، أوضح الإسلام للأمة قواعد التي تقوم على الأسرة، وأن الأسرة هي الخلية الأولى لبناء المجتمع، وبين مرتبط الزوجين بالزواج المشروع، ما لكل من الزوجين بواجب وما عليه من حق، ودعاهم إلى تربية الأولاد تربية إيمانية لأجيال صالح في نفس نافعا لأمته، أفراده لبنات صالحة لبناء مجتمع صالح. وبين حقوق الآباء من البر والإحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وحق الأبناء بالتربية والتوجيه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وبين حق الرحم بالصلة والمودة لتكون الأسرة قوية متماسكة بعيدة والتشتت. أيها المسلمون، وأوضح الإسلام للمجتمع قواعد العلاقة الاجتماعية، وأنه أقامها على الإيمان والأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، ودعا المؤمنين للتناصر والتآلف بينهم، مثل المؤمن بتوالهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وحثهم على أن يحضر كل منهم كرم داخله ويبعد عن إهانته والسعي في مساعدته. المسلم وهو المسلم لا يظلم ولا يسلم. من كان بحاجة أخيه كان الله بحاجته. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. بين مقصود التعاون التجاري والمالي، فحري العقود المباحة محرمة، أباح البيع وحرم الربا، وأمر بالوفاء بالعقود وأداء الأمانة والنصح والسد بالبيع والشراء والبعد عن التدليس والغش والخداع والجهالة والغرر. بين لهم تعالى الحلال والحرام من المطعوم والمشروب، فأباح الطيبات مما يؤكل ويشرب إذا لم يكن سبب ولا تبديل. حرم عليه الميتة ولحم الخنزير والمسكرات والمخدرات وكل ما يهدد صحة الإنسان أرشدهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. كأخذ الصدق والإخلاص والبر والإحسان والعدل والصدق والحلم والكرم والجود. وحرم عليهم الخصال الذميمة من غيبة ونميمة وقذف وسخرية واستهزاء وسوء ظن بالمسلمين. حرم عليهم الفواحش صغيرها وكبيرها وكل ما يؤدي إليها. فحرم الزنا وما يبادر إليه من خلوة بلا محرم، من خلوة أجنبية أو سفر بلا محرم أو علاقة بجنس تخالف الشرع، كما حرم
شرع لهم عقوبات شرعية لمن سلك طريق الإكرام وانتهك الحدود والمحرمات ليكون رادعا يوم مرض، ليكون عقوبة لمن وقع بها وعبرة لمن لم يقع بها. فشرع القصاص للقتل عن العدوان العدوان ولكم للقصاص حياة. شرع حد الزنا لغير الصد وغير المحصن، وحد القتل وحد القتل وحد شرب الخمر وحد مسلم الرقاق والمفسدين وقطاع الطرق وعرش العدل والإنصاف باستيلاء الحقوق وآداء كل حقه. فنهى عن حد القضاء وأيما فاطمة عن خصمين بقرابة هوى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بين لهم أن الولاية بين المسلمين قائمة على العقيدة الإسلامية